اهلا بكم شباب ومرحبا بكم في الفيديو جديد. قلت امبارح ما حبيتش نهبط الفيديو بعد المباراة على خاطرني كنت متوتر وعلى اعصابي، والشيء هذا متوقع خلال موسم جديد، وحكيت عليه في الفيديو اللي قبله ديجا، هاني بارتاجيتها عاودوا تفرجوا فيها. قلت فيها اللي الترجي الرياضي التونسي عام سنة باش يكون مستهدف وباش يحاولوا بأي طريقة يحرمونا من الدفاع على لقب البطولة. أبداها من البطولة عام سنة للمرة الثانية على التوالي بنظام المجموعات، حطونا في مجموعة قوية. ثانيا شفنا في الماتشات اللي فات كثرة الأخطاء التحكيمية ضدنا، ومرة هذه خلال فترة توقف لفسح المجال لكأس العالم قرروا باش يسكروا ملعب رادس للسيانة لمدة شهر ونص. كانت جات دنيا كما العالم الأجمع اللي تيران يكون حاضر بعد جمعتين وثلاثة وقت نجموا نستقبلوا فيها المنافسين، لكن في الآخر أعطونا ملعب محايد اللي هو ملعب حملانف باش نستقبلوا فيها منافسين بدون حضور جمهور، باش يمنعونا من مداخيل مادية هامة. هاكم شفتوا تيران تاع حملانف تيران معناتها غير صالح لعب كرة قدم، خلينا نخسروا نقطتين، ما خليناش نلعبوا لعب نتاعنا اللي متعودين عليه، وزاد الحكم يسلبوا عليه اللي ما كانش في مستوى طوال المباراة. قدمنا في 3 ورق حمر، وزاد يلزمنا نلوموا على رواحنا، ابداها من مدرب نبيل معلول على مستوى خيارات نتاعو فنيه وتكتيكيه كانت غالطه من الاول. مانيش عارف علاش عاول على مالك المهري من الاول مره على حساب معتز زديب، ومانيش فاهم علاش محمد امين توغاي ماهوش كونفوكي، وزاد مانيش عارف علاش صابر بوغريل ما يتمش استعماله اثناء المباراه. اما بالنسبه للشراره في عذر على خاطر شراره عنده اصابه، لكن من بدا الموسم مانيش عارف علاش نبيل معلول قاعد يتجاهل بعدم استدعاء فاروق الميموني والمهاجم الشاب زياد البريمه. لو كان يتم استدعاء فاروق الميموني في الماتشات اللي فات، راهو فاروق الميموني خلال اثناء المباراه ينجم يصنع لك الفارق كما شفناها في الموسم الماضي خلال بعض المباريات. لكن زاد كيف الترجي الرياضي التونسي صحيح سيطر على نادي صفاقس على مستوى الاستحواذ، لكن السيطره نتاعنا كانت سلبيه على خاطر غاب علينا الانسجام وما عرفناش كيفاش نخلقوا اكثر فرص، لكن جاتنا فرص قليله كنا نجموا نستغلوها، منها الفرصه نتاع محمد علي بن حموده قدامه شبكه كبيره ضيع سطحها فوق سماه، كان جاء مهاجم اخر في مستوى عالي راهو يحطها في الشبكه، وجاتنا ضربه جزاء ضيعها محمد علي برمضان. لكن مانيش عارف علاش محمد علي برمضان اثناء تغييره ما احترمش قرار مدرب. لازمك تعرف روحك يا محمد علي برمضان، راهي الترجي الرياضي التونسي اكبر منك، لازمك تعاود تراجع روحك. كيف زاد انت زاد غيرين شعليلي ترجي اكبر منك، لازمك تراجع روحك. لكن في الشوط الثاني استنيت من نبيل معلول باش يغير الرسم التكتيكي وقت الاداء نتاع الجماعه يتحسن، لكن شوف فيه في التغييرات بالبوست، لكن من المفروض كنت تنجم تبدل رسم تكتيكي من 4-3-3 الى 4-2-3-1 وقت نشوفوا الاداء نتاع الجماعه يتحسن اكثر. لكن زاد لازمنا نعطيو حق صدقي الدبشي اللي فسخ 2 اهداف محققه وخلينا في المباراه، لكن عوده في نتيجه المباراه كانت بشكل متاخر عن طريق حمد الهوني، اللي الحمد الهوني قال الاداء نتاعو قاعد يتحسن مباراه لمباراه، لكن ان شاء الله حمد الهوني يكمل بهذا المستوى ثالث الموسم كامل، بالاخص اللي حمد الهوني نستناو منك تكون حاسم في دوري ابطال افريقيا، لكن يلزمنا نراجعوا رواحنا قبل فوات الاوان. لكن ان شاء الله اداره الترجي التونسي برا ذي ما تسكتش، يلزم تضغط على الجامعه وعلى حي الوطني الرياضي براس، لانه يلزمنا نرجعوا نلعبوا في رادس في قادم المباريات، وعلى جميع الترجي التونسي تقف مع جمعيه وتضغط على اداره باش على الاقل الهيكل الرياضيه في تونس بصراحه يتيحوا، لانهم بصراحه فددونا ما همشونا ناويين يقضيوا علينا. لكن ان شاء الله الايامات الجايه نشوفوا جديد. خلينا نحكيو توا على القرعه المجموعات في دوري ابطال افريقيا. الترجي الرياضي التونسي يلقى روحه في مجموعه الرابعه، تعتبر مجموعه الموت، فيها الزمالك، شباب بلوزداد، ومريخ السوداني.
الترجي التونسي مطالب على الأقل بحصول على 9 نقاط في رادس باش يخلينا نقرب التأهل للدور الثاني. راه في كرة قدم كل شيء ممكن. صحيح هي مجموعة صعيبة، لكن يلزمنا نؤمن برواحنا، ما لازمناش نكونوا خايفين، لأنه الترجي التونسي في السنوات الأخيرة متعود بمواجهة الفرق في مستوى عالي. ديجا الزمالك واجهناه قبل وآخرها كانت في موسم قبل الماضي، ربحناهم ذهاب وإياب، وديجا هو الزمالك الوضع نتاعو حالي مختلف، لأنه قاعد يمر بفترة نتاعو باهية. السيزون اللي فات شفناه ربح ثنائية بطولة وكأس، وشفناها خلال موسم جديد عمل ديبيت سيزون باهية في البطولة. أما بالنسبة لفريق شباب بلوزداد نعرفوه مليح، على خاطر 3 سنين الاخرانيين مستانسين به نواجهوه، نعرفوا نقاط القوه نتاعو ونقاط الضعف نتاعو، وديجا نعرفوا مليح كرة القدم الجزائرية، لأن كرة القدم الجزائرية يعتمدوا برشا على الاندفاع البدني والانضباط التكتيكي. فريق شباب بلوزداد في السنوات الأخيرة قاعد يتحسن، شفناه في العامين الأخرانيين يوصل للربع النهائي، لكن الحلم نتاعو قاعد يكبر. علاش؟ على خاطر عنده استقرار في الرصيد البشري، وعنده زاد الاستقرار المادي، وخاصة في السنوات الأخيرة قاعد يسيطر في البطولة الجزائرية لمدة 3 سنين. وما ننساوش زاد عندنا ملاعب نتاعنا اسمه إيوالا قاعد يلعب معهم في شكل إعارة، قاعد يقدم في مستوى مميز. مانيش عارف علاش نبيل معلول خذا خطوة غلطة باستغناء على هذا اللاعب، لأنه إيوالا بصراحة أكثر لاعب تحمست عليه، حبيته يواصل معنا، لأنه إيوالا يعطيك حلول فردية. يعني في كي نلعب ضد المنافس يعتمد على تضييق المساحات، لأنه إيوالا قوي برشا في هذه القوة نتاعو. لكن الفريق بالنسبة إلى المريخ السوداني نعرفوا الكرة القدم السودانية اللي معروفة القوة نتاعها على ميدانها، لأنهم خارج ميدانهم يبدأوا تأهيل. وزيد إلى فريق المريخ السوداني من أكثر فرق سناقة عملت بالميركاتو، يعني تقريبا جابوا أكثر من 10-11 لاعب تقريبا أجانب، وكان يدرب فيهم مدرب السابق غازي الغرايري. لكن حسب رأيي أنا خير كي نواجهوا فرق في مستوى عالي، على خاطرنا يلزمنا نشوفوا رواحنا اسكو نحن قادرين باش نمشيو لبعيد في هذه المسابقة. لكن أهم شيء ما يلزمناش نكونوا خايفين، يلزمنا نؤمنوا برواحنا، وفي أي فرصة يلزمها في أي أوكازيون يلزم كرة تتحط في الشبكة، لأنه من نوعية الماتشات هذوما تكون فيها تاع الواقعية. وإن شاء الله الترجي التونسي يمشي لبعيد في هذه المسابقة، وإن شاء الله نعطى لقب الخامس يكون من نصيبنا. إن شاء الله الفيديو هذا يعجبكم، كما العادة ما تنساوش كومنتير وجيم وبارتاج وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات باش يوصلكم جديد. أما تبش نقول لكم في الأمان وترجي الدولة.